يبدو إن أزمة الشيف براك الأخيرة مع والده والظروف النفسية اللي بيمر بيها أثرت بشكل كبير على صحة وتركيز الشيف براك بالشكل اللي خلاه يفشل في قلب حلة ورق العنب لأول مرة. وحملة التعاطف مع الشيف براك على السوشيال ميديا كانت كبيرة جدا، وتحديدا من المتابعين العرب، وده بعد رفع دعوى قضائية ضد والده اللي باع علامته التجارية بالملايين لصالح مستثمر أجنبي، وده من دون علم الشيف براك، الشيء اللي سبب له خسارات كبيرة. ولكن برغم قسوة اللي حصل له ما استسلمش وقرر العودة من نقطة الصفر. وفي مقطع فيديو تم تداوله بكثرة فشل الشيف براك في قلب حلة ورق العنب لأول مرة، وكانت تعليقات الجماهير: الله يرد لك صحتك وعافيتك يا شيف براك، ولا تستسلم يا شيف براك، إن شاء الله هترجع أحسن من الأول وأقوى. ورسائل كتيرة من الدعم بعد فشله في قلب حلة ورق العنب لأول مرة، وده لأن المتابعين متعودين يشوفوه بيعملها كتير وبكل سهولة. فالظاهر إن أزمته الأخيرة مع والده وحالته النفسية السيئة أثروا عليه بشكل كبير.